إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا عزومة بس سريعة جدا وجميلة جدا، وتقدري تفتخري بيها قدام ضيوفك وقدام اصحابك وقدام اي حد يجيلك. بس هنعمل اول حاجة، هنعمل الخلطة اللي هنشتغل بيها الفراخ، لان هي بتبتدي الاول من اول الخلطة. اول حاجه نجيب معانا طبق فاضي زي كده، وهنزل فيها التوميه، وبعدين انزل بالمايونيز، وبعدين المستردة، وبعدين انزل بالكاتشب، وهنزل بالكاتشب الحار، وهنزل هنا بمعلقه بابريكا، شويه كمون، شويه فلفل اسود، شويه كزبره، حط معلقه ملح، شويه صويا صوص، شويه زيت زيتون، ونقلب الخليط بتاعنا. كده قلبناها كويس جدا، هنسيبها شوية مع نفسها كده، وهنخش على الفراخ. معانا هنا الوراك بتاعتنا، هنقطعها بالطريقة دي كده. بسم الله. كده قطعناها، هندخل على الخليط بتاعنا، هنعمله بالطريقة دي كده كده. هتبقى بالشكل ده كده. تعالوا نشوف هنشتغل بيها ازاي، يلا بينا. اول حاجة بنجيب معانا الحلة وننزل بيها بحتة زبدة، ومعاها شوية زيت، كده السمن او الزبده سخنت مع الزيت، هننزل معاها بالفرخه بتاعتنا كده. لازم يكون الزيت او السمن عندك يكون سخن قوي، علشان ياخد اول حاجه الصدمه بتاعتها والشاي يحمر. هنقبل ما تحمر هنشتغل هنا على الصينيه بتاعتنا. حطينا الصينيه على النار بشويه زيت، هنا الزيت معانا سخن، هننزل بالبصله بتاعتنا متقطعه جوانح زي كده. كده دبلت معانا البصله، هننزل بالفلفل الالوان بتاعنا، ده شايلينه في الفريزر دلوقتي هيفك مع البصله. كده دبلت معانا. فاكرين بقى الخلطه اللي فاضت دي، هنحط عليها شويه ميه وهننزلها هنا. هننزل بشويه الصلصه او الخليط اللي كنا عاملين بيه مع شويه ميه. كده حبايبي خدت لها وش اليمه دي، هنقلبها اليمه التانيه. ما شاء الله. كده حبايبي دول خدوا صدمه، وقلبناهم على الوش التاني، لكن دي لسه جديده. كل ما نحمر جزء هنطلعه ونحط بقيه الفرخ. خليكم معايا. هننزل بالكمون، هننزل بالملح، شويه شطه، شويه فلفل اسود. كده قلبناها، بقت كده جاهزه ان احنا نحط في قلبها الفراخ. تعالوا معايا. كده طلعنا الفرخه من الحله، ننزل بالبصله بتاعتنا. معانا هنا ورق لوري وليمون لومي، ومعانا قرفه، ومعانا حبهان، وعود اللي هو المسمار او القرنفل. حاطينهم بعدد، واخدينهم بعدد، وهنحطهم بعدد. كده حبايبي طلعناها، وهنحط لها قرنين فلفل، وهنغطيها بالورق الفويل، وهنحطها على درجة 180، وأول ما تطلع أوريها لكم. دلوقتي هندخل بقى إيه بعد ما نحطها في الفرن، هنشوف الرز بتاعنا. يلا بينا. كده البصلة خدت معانا وش، هننزل بالرز البسمتي بتاعنا وهنقلبه. حروق الفراخ ديت هتدي طعم جميل للحلة، اوعوا تفتكروا ان ممكن تبوظ الطعم، بالعكس ده هتدي طعم جميل جدا.
هنشوحها شويه في السمن السخن ده كده او الزبده بتاعتنا السخنه، وبعد كده ننزل عليها بالميه السخنه بتاعتنا. كده قلبناها كتير، هننزل عليها بالميه السخنه بتاعتنا او الميه المغليه. هننزل بالملح بتاعنا. جبنا طبق وفيه شويه ميه صغيرين، وده اسمه زعفران، هناخد منه قبصه صغيره بس عشان الزعفران ده على فكره غالي كده، وهنقلبه بالمعلقه. هننزل بميه الزعفران كده وهنقلبها ونغطيها ونسيبها، واول ما تاخد غلوه نوطي عليها زي الرز العادي. خليكم معايا. نسينا ننزل بقرنين فلفل، هنخليهم زي ما هما كده ونغطي على الحله. شايفين الرز بتاعنا مفلفل وجميل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هنغرف معانا، اما تلاقي بقى ايه الحبهان بتاعك كده بتحطيه بعدد وتشيليه بعدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي طبق الرز معانا، بسم الله ما شاء الله، احلى من بتاع بره. شوف بقى الفراخ ما شاء الله، اللهم بارك. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ دي صينيه الفراخ اللي احنا عملناها سوا، جميله. ولا تقولي لي بقى حضر الموت ولا غيره، اللي هم احسن محلات بيعملوا الحاجات دي. حاجه انت عاملاها في بيتك بايديكي، ما شاء الله تبارك الرحمن. والفلفل المشوي اهو ما شاء الله. ايه رايكم؟ طبعا ما يحلاش الصينيه بتاعتنا ديت غير ما يكون جنبها شويه رز زي اللي انا عاملاهم، وشويه بطاطس محمره وترشي. وادي الرز، وادي البطاطس المحمره، وبألف هنا وشفا لكل اللي ياكل منه. ان عجبكم ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميله لبيت المنى. اشوف وشكم بخير، كل سنه وانتم طيبين.